السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد من فيديوهاتنا. آه طبعا أنا بقالي ياما جدا منزلتش فيديوهات، وحشتوني جدا قسما بالله. بس طبعا مش ذنبي، لأن القناة كانت واقفة تماما، وفي نفس الوقت ما كانش فيها أي حاجة تشجع إن أنا أنزل. وحتى لما اتفتحت كانتش فيها ريتش خالص. بس دلوقتي يعني نزلت كام فيديو كده أجز نبض. لقيتهم جابوا كام حاجة، كام مشاهدة يعني حلوة. دي أول حاجة. تاني حاجة، أنا عارف إن كده كده الفيديو ده في الأول مش هيجيب ريتش خالص، ولا هيجيب فيديوهات، ولا هيجيب قصدي مشاهدات، ولا هيجيب أي حاجة. بس أنا بنزل لأجل الإيه، اللي هو المتعة وكده. طيب، والأجل إيه كمان، في كذا منشور كده استفزني جدا جدا يعني على الفيسبوك وعلى كذا منصة تانية، منصات بيع وكده. طيب، المنشور ده التاجر ده عايز يبيع الحاجة اللي عنده، فبيعمل ايه؟ ومعظم التجار في نفس الكلام. بيقول لك هو عنده مثلا ديوك رومي، كتاكيت ديوك رومي عمر الشهر مثلا، ديوك البيضة. يقول لك ايه؟ ديوك رومي، 10 ديوك رومي تضربهم في 200 جنيه، ب2000 جنيه. كده انت صرفت 2000 جنيه. بعد كده هتضربهم في 40 كيلو الواحد، يعني 40 في 10 ب400، 40 في 10 ب400. بعد كده مش عارف ايه، ويطلع لك ان انت مثلا صرفت كام، صرفت 13000. تمام. بعد كده يمسك بقى يقول لك الواحد يوزن 25 كيلو، والديك الرومي الابيض ما بيوصلش لل 25 كيلو. نوادر بتوصل 25 عشان ما نكذبش، نوادر بتوصل ل 25 مش كله. تمام. هو المتوسط لما بتيجي تعمل دراسة جدوى ليه بتبقى عاملة بالظبط، بتحسبها على 19 كيلو. 19 كيلو ليه؟ لأن الإناث بتوصل من 15 ل 17 كيلو، والذكور بتوصل من 19 ل 23 كيلو. النوادر هي اللي بتوصل 25. المهم، فيجي يحسبها يقول لك 25 في 10 ب 250، 250 في الكيلو دلوقتي عامل 100، يعني 25,000 جنيه. هتنقص منهم ال 13,000 اللي صرفتهم بكذا، يعني انت هتكسب في ال3 شهور كذا. طبعا ناس تفرح، طب انا عايزه كذا، طب انا عايزه كذا، طب انا عايزه كذا. في الاخر ما تلاقيش اي نتيجه. كل ده علشان هو عايز يبيعهم وخلاص. طيب، دلوقتي انا هعمل دراسة جدوى يعني انا عامل دراسة جدوى لموضوع، او مثلا كيفية ازاي تعمل دراسة جدوى اصلا. بس انا كان حابب الحمام جدا، من اكتر الحاجات اللي بحبها. المهم، ليه مش حمام اللي هو الاكل؟ بص، الاتنين ينفعوا. وهفهمكم حاجة، الطيور عامة كلها علشان تكسب منها لازما في الاول تعملها جنب شغلانه. لان هي لازما في الاول تاخدها كحب، ما تاخدهاش كتجاره وبيع هتخسر. ما تاخدش اي طيور كتجاره وبيع، لازما تاخدها كحب، فلازما تاخدها كجنب شغلانه في الاول. طيب، هنا انا عامل بالظبط 3 أجواز حمام زينة من حمامات المستوى القومي. عشان تربيهم أصلا لازم من الأول تبدأ ببلدي. كنا قايلين في فيديوهات قديمة قوي والكلام ده من إيه موجود. لازم، لا ده اتمسح صح أيا كان. لازم تبدأ الأول بفيديوهات قصدي بحمام بلدي، بعد كده حمام مثلا زي الزاجل وكده وهكذا، يعني تدربها تدريجيا. بعد بقى ما تكون عارف تحمي تشوف العلاجات، تعالج ده ازاي، وتعالج ده ازاي، وتعالج ده ازاي، وكل ده هتبدأ بقى تشتغل في الايه، في الكلام اللي بقول لك عليه. لان الزينة حساسة شوية، حساسة جدا. طيب، اللي انا هتكلم فيهم قص نفاخ، قص نمس، وقص بخار. اشمعنى ال3 انواع دول؟ لان ال3 انواع دول بيشتغلوا جدا. اشمعنى ما تخصصش في نوع واحد؟ لان انا ما مش من يعني ده رايي الشخصي، مش من التخصص ده. الواحد بيحب الموضوع ده، يعني مثلا انا بحب الموضوع ده جدا، عادي من اتخصص. لكن انا بتكلم دلوقتي في واحد عايز يبيع ويشتري. فالتخصص ممكن يجي لك وقت ما تبيعش في حاجه. لا، انا بتكلم في 3 انواع، يكون عندك واحد هيسد ورا واحد. طيب، ال3 انواع دول، واحد زي حاجه زي النفاخ هتشتري قص مثلا محترم 2000 ونص وليكن، والنمس ب3000، والبخارة مثلا ب3000 ونص، الأربعة كده أيا كان. يعني قول ال3 أجواز ب9. تمام، 9000. ده بداية.
طيب هتقول لي اربي سلكات ولا في اسمه ده في ارضيات؟ لا طبعا ربي سلكات. وانا مش هحاسب حوار السلكات ده، لان السلكات انت عندك، يعني عندك او مش عندك، انت كده كده ما دام جبتها او بعتها واحد. فاهم قصدي؟ فانا ما بحبش ان انا احسب حته السلكات دي خالص. طيب لكن السلكات طبعا احسن بكتير. هتربي في السلكات البخارة عايز عين كبير جدا، لاني تربيه او الارض احسن. يعني البخارة لو انت مبتدئ مش هتعرف تفرخه غير في الارض عامة، يعني انا بقولها لك من دلوقتي. طيب بعد كده هتجيب مع كل قص 5 تجواز حضان. وليكن اشتريت الجوز ب اللهم صل على النبي، انا حاسبها هنا على، طيب طلع ان انا حاسبها هنا على 300، يعني 15 في 300 انا كاتب 4500. تمام، 4500 جنيه زائد التسعة كده 13500. ده البداية. الاكل هنحسبها بقى بالشهر. اصبح هنا معاك ليه انت هتجيب 5 تجواز حضان لكل واحد. الحضان ده هتمسك البيض بتاع الحمام الغالي، وهترمي البيض بتاع الحمام الرخيص، هترميه، وهتمسك بيض الحضان هتحطه في ايه؟ تحت الحمام اللي هو العادي اللي هو الرخيص او الحضان. طيب فبالتالي هتلاقي ان كل قصدي شهر هيبيضوا معاك 3 مرات، المرة الواحدة ببيضتين. تمام، فانت كده اصبحت انك هتنتج 3 تجواز من الجوز الواحد في الشهر، 3 تجواز. تمام. ف هتيجي تتكلم مثلا على موضوع الاكل، فانت كده معاك 18 جوز. الجوز في الحمام بياكل 100 جرام ويمكن اقل. اللي يقول لك اعلى قول له لا، ده في الكلام ده في اللحم ممكن يكون اعلى، لكن في الحمام الزينه والحمام الحضان لا، هو يا 100 جرام بكتير قوي. هنعمل بقى الاكل دلوقتي. 18 جوز في 100 جرام، اللي هو اصلا 100 جرام ده الاكل المناسب، الكميه المناسبه في الزينه وفي الحمام العادي ما ياكلوش اكتر من 100 جرام، ده بالكتير قوي 100 جرام. اللحم هو اللي ممكن اقول لك ماشي، اما الحمام الزينه والكلام ده لا. المهم 100 جرام في 18 جوز بكيلو 800 جرام في 30 هيطلع معاك 54 كيلو. فهتجيب شكارة 50 كيلو ايا كان. انت مش هتلاقي شكارة كل فن، انا من رأيي انك تعملها احسن، واقول لكم ازاي تعملوها. تمام. المهم هتضربها في 23، لو جبتها بالغالي هتتحسب معاك على 23 جنيه. 23 جنيه هتحسب 1242 جنيه. تمام. ال 1242 جنيه تمن الأكل فقط. في بقى أدوية وفي كلام من ده احنا بنحسب، أو أنا عامة بحسبها. يعني حاجة مثلا زي علاج السمسم ميون ده لازم يكون موجود معاك، حاجة زي كذا، حاجة زي كذا، حاجة زي كذا. فهتلاقي في الشهر بتصرف معاك حوالي من 200 ل 250 جنيه علاجات وتحاليل والكلام من ده كله. فنقول 1500 صرف الأكل وصرف كل حاجة. طيب ده اللي انت صرفته في الشهر، 1500 يعني في اليوم يعتبر 50 جنيه. نيجي نحسب بقى اللهم صل على النبي اللي انت هتبيعه. طيب خلي بالكوا عشان انا هقول حاجة بعديها عدل وانا قد كلامي. في ايه بقى؟ انت دلوقتي هيطلع معاك مثلا ايا كان، طلع معاك 3 جواز منهم في الشهر، طلع معاك جوزين، هنحسبها على ال3 جواز اللي هو الطبيعي، اللي هو لو انت ماشي صح في 100% هيطلع لك 3 جواز. تمام. الخساره دي بقى خساره في صالحك، خساره في صالحك انت، ماليش دعوه انا بيها ما دام انا بحسب في دراسه جدوى. طيب 3 جواز من جوز واحد يعني 9 جواز من ال3 جواز. طيب 9 جواز في الشهر. تمام. 9 جواز في الشهر دول هتضرب الجوز من الانواع اللي انا بكلمك عليها والمستويات الحلوه دي. طبعا انا بكلمك على مستويات قويه، خد بالك. هو 2500 في النفاخ مستوى ضعيف مش قوي، اللي هو في بالكم ده مستوى ضعيف. ايا كان الجوز مش هتبيع منهم، الجوز الزغلول مش هتبيع منهم اقل من 1000 جنيه، اقل من 1000 جنيه مش هتلاقي. تمام. فانت لو 9 في 1000 ب 9000 جنيه، هتنقص منهم 1500 يعني 7500 في الشهر الواحد مكسبك صفر ربح، 7500. طيب واحد هيقول لي لا احنا عملنا وما عملناش، ده بقى الكلام اللي بقول لكم انا عليه معاكم فيه لو انتوا عايزين، لو انتوا تمام يعني.
واحد بيقول انا عندي ومش عندي والحكايه والروايه ما بيتباعش والحكايه والروايه، لا مفيش حاجه اسمها كده. صلي على النبي. انت مثلا ما عرضت على الفيس، عرضت على كذا بقى يا عم، صلي على النبي، كلمني تمام، وانا هاخد منك القص ابيعهولك، بس اول حاجه يكون زغلول، ان انا ما بشتغلش في الاصوص اللي شغاله، لان انا ما ببيعش الحاجه غير ضمان. فانا معلش في الكلمه بتاعتك او مش بتاعتك، انا ما اعرفش انها شغاله ولا لا، شفتهاش بعيد. ف لو زغليل تمام، وزغليل كمان هتطمن على صحتها كويسه، هاخدها منك وهبيعها لك، بس هيبقى فيها ليها 250 جنيه في القص في الجزء الزغليل الواحد، 250 جنيه تمام. يعني هتاخد انت 750 جنيه. بعتها مثلا ب1000، انا بعتها ب1200 بقى، بعتها ب1000 وكذا. انا عامه هعرضها قدامك، لان انا ما بحبش شغل التجار. انا هعرضها قدامك او او هبعت لك الزبون او ايا كان يعني، لكن هيبقى ليا فيها 250 جنيه في الجوز. تمام تمام. ليه انا بقول كده اهو؟ هو كده كده مش فارق معايا، بس ليه انا بقول كده اهو؟ لان الحاجه دي شغاله في الوقت ده كويس جدا وما بتقفش. الزينه في الحمام ما بيقفش. ممكن الزينه في الفراخ يقف، الزينه في الفراخ اصلا واقف حاليا. يعني الفراخ اللي ما برجحش، يعني اكتر حاجه برجحها في الفراخ يا بياض يا تسمين. والتسمين انا ما بحبهاش اصلا، لان بتزعل جامد، فالبياض احسن. طيب كده الفيديو يكون انتهى، وباذن الله اشوفكم في فيديوهات جايه كتير. وكلمه اخيره، التاخير او التاخير ده، انا بقالي بتاع حوالي 3 سنين ولا سنتين ما بنزلش غصب عني. القناه هي اللي قفلت، والله وحشتوني. كده نكون خلصنا الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.